بعد ليلة نوم واحدة وحشة بس قادرة ترفع استجابة المخ للخطر بنسبة 60%، وده على حسب دراسة في جامعة بريكلي. ويا صديقي هسيب لكم المصادر كلها في فيديو اليوتيوب في البايو فوق. خد تعالى هنا. التوتر يعني جسمك داخل في وضع الطوارئ. طب نرجعه زي الوضع الأمان ونظبطه كده. حرك جسمك حركة بسيطة لمدة دقيقة. لف جسمك، دوران الرقبة، افتح صدرك، اتحرك في المكان، اعمل اي حاجه. ده بيسموه في العلم ريسيتنج ذا موتور سيستم. اغلب الناس بتخزن توتر في الصدر وفي الكتف وفي البطن. اتحرك في المكان، اعمل اطالات خفيفه، وما تنساش التنفس. التنفس هو اسرع زرار لاعاده تشغيل الجهاز العصبي. شهيق 4 ثواني، زفير 6 ثواني لمده دقيقه واحده بس، قادره اللي هي تقلل من نشاط الجهاز السمبثاوي اللي هو جهاز القتال، وتشغل الجهاز الباراسمبثاوي اللي هو جهاز الهدوء. اكبر غلطه يعملها اي حد وهو متوتر اللي هو فكر كتير، لان التفكير الزياده وقت التوتر بيزيد من التوتر اكتر. اعمل اي حاجه حواليك، رتب المكان، نظف حاجه، اغسل حاجه. اسالني انا، ده انا في الشقه تنظيف عندنا. اقول لك قوم اخرج بره المكان اللي انت فيه شويه. الصبر يا صديقي زي ما قال اشرف الخلق سيدنا محمد، انما الصبر عند الصدمه الاولى.